من النوم اول حاجه قهوتي ده، يعني لازم ايه يعني القهوه كده اساسي. وبعدين يعني دي بقى حته عندي انا شخصيا، يعني مش شرط طبعا يعني تكون كل الناس اصلا بتعملها. انا بحب اعمل سكان على اليوم كله. يعني مش شرط مثلا افتح ايميلات الاول او اشوف الريبورتس او اشوف حاجه، لا انا بشوف كل حاجه كده هاي ليفل. يعني لازم اعمل حاجه، يعني اول حاجه بعملها انا بعمل سكان على اليوم بتاعي. عملنا سكان، شفنا الايميلات والله اللي جت، اللي ما جاتش، الحاجات اللي انا مستنيها، ايه اللي وصل ايه اللي ما وصلش، الناس فين، البروجكت اخباره ايه. بشوف الناس اللي يفترض اتواصل معاهم الاول، او يعني بنسميهم الكي ستيك هولدرز او المعنيين بالمشروع. مين الناس الاساسيه النهارده عندي في يومي او في المشروع ده، وابدا اعمل سكان على اليوم كله. بعدين بعمل التو ليست بتاعتي. التو ليست بتاعتي على فكره انا بنزل فيها بمايكرو ليفل غريب جدا. يعني انا ممكن يبقى عندي تاسك منتهى التفاهه موجوده على التو ليست بتاعتي، زيها زي مستخلص بكام مليون لازم اطلعه دلوقتي. امم. ليه بقى؟ لان انا يعني بصراحه بدرب عقلي على حاجه اسمها الكويك وينز. انا مثلا دلوقتي في تاسك ان انا ابعت ايميل صغير، تاسك ان انا اعمل قهوتي، تاسك مش عارف الحق ايه. فبحط تاسكات كتير، اللي يبص كده يقول لك انت حاشي فاهم حاجات كتير قوي، مع انه في حاجات كلها تخلص تك 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 تك. بس وانس ان انت دخلت في المود، عارف اللي هو ايه، انت سخنت العربيه امم. وبدات تتحركها، فتخش على التقيل بعده على طول كده وانت في الفورمه. زي كانك مثلا بتسخن كده قبل ما تلعب تمرينتك في الجيم. مظبوط. فانا بعمل كده الصبح بصراحه، يعني طبعا يعني بعمل سكان، احط التو ليست بتاعتي. وبعدين بقى يعني ببدا اظبط البرايورتيز مثلا بتاعتي، ايه قبل ايه، ايه بعد ايه، ايه ممكن يتاجل، ايه ممكن اعمله ديليجيشن او مثلا افوض حد ان هو يعمله. وبعدين بقى بنشمر بقى وننزل نعارك. ما باخدش في الغالب كولز الصبح اول ما بصحى. في ناس العكس، يعني في ناس فاهم يعني تحب تصحى الصبح اول حاجه تعملها كول، ان هو يخش بقى مكالمه كده ويتابع مع الناس. انا لا انصح بده تماما، لانك ممكن تتفاجئ بحاجات في الكول، يعني او في المكالمه بتاعتك. تقفل اليوم. او انت مثلا ما تكونش مثلا مستعد برد. انا مثلا ما احبش كلمه طب هشوف وارجع لك، يعني مش بحب استخدمها كتير. فعشان كده مش بخلي المكالمات اول ما بصحى. طب حد يقول لك ايه، ما احنا عندنا في اداره المشاريع حاجه اسمها الديلي ستاند اب او اجتماع امم. الوقوف اليومي. ده بيحصل مثلا الساعه 9، ده بيحصل الساعه 9 الصبح. ماشي فاهم، اصحى بدري بقى، يعني اصحى بدري قبلها. قوم اشرب قهوتك. شوف انت هتعمل ايه، جهز التودو ليست بتاعتك عشان لما تخش الميتنج ده تبقى فايق. فانا يعني مش اول حاجه طبعا بحب اعملها ان انا اخد الكولز الاول، وبعدين بقى نبدا نشوف ايه الاكشن اللي محتاج ان هو يتعمل. زياره ميدانيه في حته معينه، لا هندخل مثلا مكالمات، لا هتقعد مع نفسك وتلم ورقك وحاجتك. لانه دايما في دربكه ودعبسه كبيره قوي قوي بتحصل، يعني اثناء اليوم. ولازم تسيب مساحه دايما للمجهول في يومك. دي امم. واحده من الحاجات اللي برضو احيانا مديرين المشاريع بيغفلوا عنها. اللي هو يعني بيبقى يومه متكدس وكل حاجه باك تو باك ميتنجز بقى ومش عارف ايه وبتاع، والحاجه كلها رص في رص كده ورا بعض. فلو حصل شيفت او ديلي في حاجه صغيره كل ده ممكن يضرب امم. منه يعني. لحد اخر اليوم، زي ما رشينا ميه الصبح كده، لازم بقى نتاكد بقى ان احنا بقى ايه لمينا قفلنا كويس. بالظبط كده. فلازم يحصل بقى طبعا مراجعه على التو ليست بتاعتي، وابدا اقيم هل انا حققت المستهدف، ما حققتش ليه. ودي بقى لازم يحصل عندها وقفه، هل انا قصرت، خططت غلط، لا كان في تغييرات حصلت عند الناس unexpected. وفي كل الاحوال لازم تبقى اوكي مع كل حاجه حصلت. يعني لو انت نفذت كل حاجه ما تبقاش مبسوط قوي، او مش الفرح اللي هو ايه بس انا خلصت امم. فاهم كل اللي عندي. ولو ما نفذتش مثلا ما تبقاش زعلان قوي عادي. يعني لازم دايما يبقى الموضوع محايد بالنسبه لك، اكنك بالظبط كده دخلت سينما. انا ممكن مثلا اشوف مثلا يعني اربع خمس افلام، في واحد يعجبني، في تاني ما يعجبنيش. مش هروح اتخانق مع المخرج، بس مش هشوفه تاني. امم. فده لازم يبقى تخطيطك لليوم بتاعك، ودي لازم تبقى مشاعرك تجاه التاسكات اللي انت بتعملها. تبقى انت فاهم يعني فاصل نفسك عنها يعني. ده يعني مش باختصار انا بعمل ايه في يومي يعني. عظيم قوي. البروجكت مانجر بقى التو دو ليست بتاعته امم خلال اليوم بيبقى فيها ايه؟ ايه التاسكات اللي هو بيعملها؟ هو كيومه بيمشي حاضر. ازاي؟ most probably هيبقى communication. اكتر حاجه هتعملها في يومك ان انت، يعني انت هتعمل communication باختلاف الطرق مع بس الناس. ساعات بحس بالذنب ان انا عندي ميتنجز كتير في اليوم. لا ما هي دي طبيعه ميتنج الشغلانه مع يعني. الماركتنج، وميتنج مع حد اساسي، اكسترنال، وميتنج مع الهاي مانجمنت. هي طبيعه الشغلانه كده. امم. انت عارف ان معهد يعني اداره المشاريع مره قبل كده طلع يعني statistics، احصائيات بتقول انه 90% 90% من وقت مدير المشروع communication. اوه. 90%.